السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد مبروك. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن علم النفس والبدايات مع المراحل والمدارس والاتجاهات بتاعة علم النفس. نبدأ كده في البدايات بتاعة علم النفس والتفكير في علم النفس. علم النفس يا جماعة كان الاهتمام بيه منذ القدم، يعني العلم ده ما بدأش من يوم وليلة، لا كان له جذور في الحضارات الشرقية القديمة زي بلاد فارس والهند واليونان. بس في تركيزنا دلوقتي هنركز على بدايات علم النفس في بلاد اليونان والحضارة اليونانية اللي كانت مهد للفلسفة. دلوقتي الفلاسفة كانوا بينظروا لعلم النفس للإنسان عموما من ناحية إن الإنسان بيتكون من مكونين أساسيين: الجسد والنفس. كانوا بينظروا للإنسان إن هو بيتكون من جزئين: النفس والجسم. طبعا الجسم عندهم كان الجسم عندهم ما كانش فيه اهتمام بيه أكبر، لا كان الاهتمام كله بينصب على النفس والروح. النفس والروح في المرحلة الفلسفية ده كان محط اهتمام الفلاسفة القدماء زي سقراط وأفلاطون وأرسطو. من خلال النفس والروح كانوا بيحللوا السلوك والأحلام وبواعث السلوك. طب دلوقتي انت ممكن تبسط لنا الموضوع ده؟ ممكن ابسط لك الموضوع ده. حضرتك لو في يوم من الأيام أثناء النوم كان في حلم مريت بيه أثناء النوم كان في حلم، وليكن حلم مفرح أو حلم محزن أو كان في كوابيس. من خلال علم النفس ومن خلال التفكير ومن خلال النفس والروح، من خلال اليوم كله، لو الحلم اللي قدامك ده كان حلم سعيد، هيأثر على سلوكياتك خلال اليوم. لو كان في كابوس لا قدر الله هيأثر على سلوكياتك وتعاملك مع الناس في خلال اليوم كله.